طريق حوار أيضا معمق يكتمل فصوله في الضفة وفي الخارج ومع الجميع، من أجل أنه نثبت في المحصلة النهائية موقف وطني واستراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن، لإسقاط هذه الصفقة، لحماية ثوابت القضية الفلسطينية، للمحافظة على الحد الأدنى للبرنامج الفلسطيني المشترك في هذه المرحلة. هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية تقوم على الأسس التالية. على رأس هذه الأسس هو استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأنه إحنا لن نستطيع أن نواجه هذا الوضع إلا بصف فلسطيني موحد. ونحن نقول لإخواننا جميعا ولأبناء شعبنا: نحن مستعدون في قيادة حماس إلى لقاءات عاجلة وسريعة مع الكل الوطني بدون استثناء، وخاصة مع إخوتنا في حركة فتح أن يكونوا في قلب هذا المشهد. مستعدون للقاء وطني عاجل للبحث في كيفية استعادة وحدتنا الوطنية، حتى وإن تطلب لقاء مباشر وعاجل وسريع بين قيادة حماس وبين أعضاء قيادة فتح، اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الأخ أبو مازن، وإحنا كمان جاهزين. اللقاء يكون في غزة جاهزين، بالقاهرة جاهزين. أن يكون اللقاء ثنائيا على طريق اللقاء العام جاهزين، جماعيا ثم ينبثق عنه ثنائيات وثلاثيات جاهزين. أعلنها بكل وضوح: ليس لدينا فيتو على أي لقاء وبأي شكل، طالما أنه لقاء سينطلق من أجل استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وتوفير كل عناصر الصمود والقوة لشعبنا الفلسطيني لمواجهة هذه المخاطر. من أجل تحقيق هذه الوحدة نحن نرى بأن هناك خطوات يمكن من خلالها أن نصل إلى هذه الوحدة الوطنية واستعادة وحدتنا الوطنية. منها على سبيل المثال هو التأكيد على الالتزام بكل الاتفاقيات اللي احنا وقعناها فيما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني. 2، تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة سياسية. أقول حكومة سياسية بامتياز. المرحلة تحتاج إلى حكومة مسنودة بكل هذه القوة الوطنية. تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل الفلسطينية، تحضر هذه الحكومة إلى مهمتين، يكون عندها مهمتين سريعات. المهمة الأولى التحضير لإجراء انتخابات شاملة، نبدأها بانتخابات رئاسية تشريعية، ثم نتوافق على انتخابات مجلس وطني فلسطيني في موعده في الداخل وحيثما أمكن في الخارج. والمهمة الثانية الرئيسية لهذه الحكومة هو العمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة في موضوع الوحدة هو الدعوة العاجلة إلى اجتماع الإطار القيادي المؤقت أو الأمناء العامون للفصائل. وهذا الإطار يناقش 3 ملفات. نحن ندعو إلى اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لمناقشة 3 ملفات. الملف الأول البرنامج السياسي اللي نتفق عليه، وإحنا مش هنبدأ من نقطة الصفر. في عنا وثيقة الأسرة 2006، وعنا 2011، وعنا قبلها 2005، وعنا 2017، وعنا موروث يمكن أن يشكل قاعدة أساسية للتوافق على برنامج سياسي. الملف الثاني اللي يناقشه الإطار اللي هو العمل على إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، مش بس ترتيب، وأقول وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية لكي تضم الكل الوطني الفلسطيني. وهنا أقول بكل وضوح: نحن لا نطرح بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية. نحن نريد لهذه المنظمة أن تكون قوية،
أن تكون مسنودة، أن تكون